من الحاجات الجميلة في المهرجان اننا نقابل الفنانين اللي بيساندوا المهرجان بقلوبهم، ونجمنا احمد فتحي يعني الحقيقة موجود النهاردة وبيحضر اول دورة لمهرجان الفيوم. انا سعيدة بوجودك معانا وسعيدة بوجودك معايا شخصيا، وبشكرك للتواجد معانا. ربنا يخليك ومتشكر جدا، وكلام كبير عليا ولا نجم ولا حاجة. لا والله نجم ومحبوب وكل الناس بتحبك، واحنا معاك على الهوا اهو نشوف قد ايه حب ومحبة الناس. الحمد لله. يعني دايما انت موجود، النهارده موجود في مهرجان الفيوم. قول لي لما قدموا لك الدعوة فكرت وافقت ليه في البداية؟ عشان الصداقة ولا حبيت تساندهم؟ اولا الموضوع فيه اكتر من حاجة. انا هتكلم الاول ان انا لو اي حد غير اصحابي بيعزمني على مهرجان بروح. وتاني حاجة سيد عبد الخالق من زمان قوي، ومحمد عبد الخالق هو اخوه. ومفاجأة للناس ان محمد عبد الخالق رئيس مهرجان اسوان، انا دفعته في دراسة الفن والمسرح. فطبعا انا باجي طبعا فيها حتة كبيرة ان انا بساند اي حاجة فيها سيما، انا موجود. ده اكيد، واحنا بنحب وجودك، وكل المتواجدين بيبقوا سعداء بيك الحقيقه وحابين يبقوا موجودين معاك. النهارده في تكريم لزميل حمزه، تقول له ايه النهارده حمزه العيلي؟ والله انا لما عرفت فرحت جدا. وحاجة حلوة قوي تانية ان طبعا حمزة مش هنقول في مقتبل الشباب والعمر، وربنا يديله العمر. حمزة ليه باع كبير يعني. صحيح. وحاجة حلوة قوي ما في حد في بدايات تألقه في مشواره يتم تكريمه ونقول له ان انت احنا واخدين بالنا منك. شيء رائع وفرحت قوي، وحمزة يستاهل. والاحسن عند حمزة لسه ما جاش. حمزة ممثل ازعم ان هو مهم وموهبة استثنائية زي وزي زمايله تايسون ومحمد فراج وفيديو وكل الناس اللي مهمة اللي طلعت في اخر 10 سنين 15 سنة. الهام شاهين كمان مكرمه، تقول لها ايه الهام طبعا شاهين؟ ما فيش اي كلام بقى يعني. دي حبيبه الست الطفل. الهام شاهين، لا يا ست الهام شاهين مش احمد فتحي اللي هيجي بعد هذا المشوار الطويل يعني. يعني تكريم في وسط تكريمات كثيرة يعني. ليك ذكريات في الفيوم؟ فاكر لما كنا مع بعض في اسوان كنا بنتكلم على ذكريات المكان هنا الفيوم؟ ولسه بلد جميل. حصل حاجة. انا وانت عارفة انا مش بحب اتكلم قوي يعني. فانا ما اتكلمتش على الريد كاربت، ففي حد عشان يخليني اتكلم تقريبا حد من هنا يعني. فمنور الفيوم اول مره تيجي الفيوم، قلت له ما بلاش. انا اول يعني تاني رحله او تالت رحله في حياه الانسان كنت انت لسه ما اتولدتيش. انا كبير بقى. وطبعا بنيجي الفيوم، ذكريات الفيوم. ولما كبرنا شويه لما لقوا وادي الريان، طبعا ذكريات كتير قوي في في الفيوم. افلام اتصورت في الفيوم؟ ما عندكش افلام اتصورت في انا الفيوم؟ في مسلسل اتصور فيه حلقه في الفيوم او حلقتين اللي هو اللعبه. ايوه، كنا جايين بنعمل مغامره بنصطاد بط وبوظنا الدنيا خالص. بوظنا الدنيا لما جينا نصطاد بط، ولا اصطادنا ولا عملنا حاجه. يمكن افلام كتيره وافلام بتشوفها في المهرجانات. اللي جاي ايه لاحمد فتحي؟ هنشوف ايه القادم اللي بتحضره؟ احنا طبعا كل موسم رمضان كله بدأ يشتغل على قدم وساق كده. ايه اللي جاي؟ اولا انا ليا فيلمين انتهوا يعني، انتهيت من تصويرهم، وحتى العمليات كلها خلصت. في فيلم اسمه فيلم زعر. ده فيلم رعب كوميدي، انا ومي كساب ومحمد رضوان ومحمود حافظ بدون ترتيب يعني، واخراج شادي علي. وفيلم تاني اسمه الميت ده بتاع مين، انتاج الشركة العربية الاستاذة سعد يونس. ده فيلم مختلف شوية، بطل الفيلم جثة، واحنا جثة وهو بيجي البطولة بالعرض مع الممثلين. بكل مجموعة بتقابله 4 مشاهد او 5 بس، دول جاهزين للعرض. وفي مشاريع جاية ان شاء الله باذن الله. مفيش لعبة تاني؟ لا في ان شاء الله، بس كده شكلها بعد رمضان بقى. لا احنا مستنيين باذن الله في الخامس بعد رمضان ان شاء الله. لا ان شاء الله، ودايما موفق. وانا بشكر وجودك معانا على الهواء استاذ احمد، الحقيقه دايما بتسعدنا وبتسعد كل مشاهدينا. شكرا ليك. الله يخليك ومتشكر لكم جدا. معاكم على الهواء نتابع افتتاح مهرجان الفيوم السينمائي الدولي.